صباح الفل حبايبي الحلوين، صباح الفل والياسمين. يلا نبتدي الفيديو النهاردة زي ما انتوا طلبتوا مني. جود حبيبتي انا بعمل لك الفيديو ده، واللي كمان ام سلمى طلبوا قالوا لي، وكتير بصراحة جالي كومنتات قبل كده على مدى الايام ان ازاي بتعتني بنباتاتك وبتخلي صحتها كويسة وحالتها حلوة. هنبتدي بالنباتات اللي هي عايشة في المية، دي مية مش تربة. ما شاء الله، يعني دول كانوا كام فرع كده بس كنت حطاهم من اول الصيف اللي عدى ده، يعني اللي احنا لسه مخلصينه. وما شاء الله شوفي كتروا قد ايه وكبروا وعملوا جذور حلوه جدا جدا. بصي دي مثلا لما بلاقي نبته نايمانه كده على حالها وشكلها مش صحي خالص، بشيل الجدر من تحت ليه؟ علشان ممكن يكون ضعف، فما بيقدرش يوصل له الغذاء ولا بتوصل له الميه. فبحاول معاها يعني بقدر الامكان، ما بحبش ارمي النباتات خالص ولا اهدر فيها بصراحه. بصي بقى، انا بقصقص الحاجات اللي هي طولت، وبخلي الجزء اللي انا قصيته من تحت ده هو اللي هرجعه تاني في الميه. يعني دايما لما مكان ما تقصي مكان ما تحطي تاني في الميه، او في التربه لو حبيتي تحطيه في ميه، لو حبيتي قصدي تحطيه في التربه. انا بفضل الحاجات اللي بقصها اللي هي الطويله دي احطها في ميه وقت كده حلو، يعني مثلا بقالهم 3 شهور دول، علشان اطلع لهم جذور وبعدين انقلهم في التربه. خلاص انا بشيل بس كل الحاجات اللي هي الطويله، اما اللي هم شكلهم متناسق وكويسين مش هشيل منهم حاجه، وهرجعهم واحطهم في قصيص دلوقتي في تربه. بس لغايه ما احطهم في القصيص انا هرجعهم تاني في الميه. وبصي انا بقصقص ازاي، يعني ما شاء الله طالعين ورق جميل اخضر، سليم صحي زي الفل. بس هوريكم كمان انا معايا قصيص تعبان وحالته صعبة جدا، بس هوريهولكم وهحاول اصورهولكم بعد مثلا 4 ساعات كده، وهقولك ان هو صحي وبقى زي الفل. دي كمان اللي هي الصغيرة دي كانت عندي في المطبخ. أنا بتأكد إن الجذور بتاعتها سليمة، مش مش طرية، لا تلاقيها ناشفة كده ومتماسكة. لو لقيتي الجذور بتاعتها طرية كده وزي المتعفنة قصيها. في مجال للقص قصي، لا مفيش مجال يبقى بترميها. بصي الجذور قوية ازاي ما شاء الله، وبنضفها من اي بقى رواسب عليها او كده. انا دلوقتي هرجعها تاني في المية علشان تتشطف كده، او زي تتغسل الجذور، تتغسل حلو لغاية ما هوضب القصيص اللي هحطها فيه. عايزة أقول لكم إن النباتات دي العناية بيها متعة في حد ذاتها، متعة بصراحة. يعني أنا يوم ما بوضب كده، عايزة أوضب النباتات بتاعتي، ببقى مستمتعة جدا. تعالي ندخل على اللي بعده بقى. بصي ده حصل له إيه بقى؟ ده حصل له إن التربة بتاعته نقصت، خفت، اتبخرت. يعني كل فترة بيحصل كده، لأن ده بقاله كتير قوي بصراحة. فابتدى يخلي النبتة تطلع من الجذور. هو طبعا بيكبر، والبيتموس من خصائصه ان هو بيبقى محتاج تنشيط، محتاج انك تزوديه. فانا هقصقص برضو الحاجات اللي هي الطويله علشان يبتدي ينشط تاني. انت كمان لما بتقصي النباتات من فوق بتعملي لها عمليه تحفيز علشان ترجع تنبت وتبقى قويه جدا. طيب انا دلوقتي عايزه اقولك ان انسب وقت علشان توضبي نباتاتك كده وتعيدي تاني تنشيطها وانها تزهر وتبقى كويسه، هتبقى بصي انا بوريكي ايه، بوريكي ان قد ايه البيتموس قل والجذور اتكشفت، فبقى نموه طبعا ضعيف. لذلك هتلاقي القصيص ده ما فيهوش كتير، يعني مش متكدس بالزرع. فده اللي احنا هنزوده دلوقتي بالبوتس اللي احنا ايه. بالمناسبة ان الورقة دي للي ما يعرفش اسمها بوتس، دي طبعا نبات ظل بامتياز، بيحب الظل جدا. في ناس بتحطه في الشمس على حسب ما بتعوديه، النبتة بتاعتك على حسب ما بتعوديها. زي الأطفال والله، يعني انت عودتيها انها تقعد في الشمس هتقعد. لكن هو اساسا البوتس ده ظل، نبات معروف ان هو نبات ظل ونبات زينة بتاع البيوت. شوفي بقى انا طلعته اهو من المية جوه، فاضي، جوه القصيص ده فاضي.
لان هو ابتدى ما يظهرش ليه، علشان الجذور بتاعته كانت اتكشفت من البتموس. ده بقى البتموس اللي هي التربة اللي بيقولوا عليها صناعية يعني. تربة خفيفة، حلو قوي انك انت تحطي نباتات الظل في تربة خفيفة، وخصوصا البتموس البوتس ما بيحبش التربة التقيلة، بيحب تربة خفيفة. لذلك انا حتى ما خلطتهاش بتربة عادية او تربة طينية او رملية. هو ممكن تخلطيه بنسب كده متساوية من التراب، من الرمل، لكن انا حطيته بيتموس بس. علشان ايه؟ عشان تديه غذاء قوي جدا للنبتة. بحطها وبضغط كده البيتموس اللي بحطه او التربة اللي هي الخفيفة دي، بحطها كويس وبفضل بصي زي ما انا بعمل كده. بحطها ايه، بعمل ايه مش عارفة انا بعمل ايه. يعني قصدي اقولك ان انا بضغطها كده، احرك القصيص في الارض كده، علشان ايه؟ الهواء ينزل وما يبقاش فيه فراغات ولا يبقى فيه هواء. كمان عايزه اقول لك حاجه، انك انت لما بتروي البيتموس ده التربه دي بتقل، فتزوديها كل ما تلاقيها قلت زوديها. يعني دلوقتي بصي في حاجات لسه مكشوفه، لان لما حطيت الميه نزلت هبطت لتحت، فانا هزود تاني بيتموس وهضغط كويس قوي، وهفضل اخبط كده على الترابيزه عشان اتاكد ان جوه التربه ما فيهاش هواء، لان الهواء ده ممكن يبوظ لك الجذور. فتاكدي ان انت ضغطها كويس وان ما فيش خالص فيها هواء. وعايزه اقول لك كمان ان لما تيجي تروي بعد ما احنا بنعمل عمليه احلال وتنظيف وتوضيب وكده، ما ترويش كتير، هي رشه خفيفه. بعدين لما بكره مثلا بعده تلاقي ان التربه جافه، تقدري ترويها تاني. وهو عموما البوتس ما بيحبش الميه كتير، يعني ممكن يعيش عطشان لكن ما يعيش غرقان في الميه. اول ما هتسكبي الميه كتير هتعفيني الجذور وهيبوظ منك وهيبقى حالته وحشه جدا. فالبوتس الورقه دي بتحب تكون عطشانه. وخدي بالك ان التربة الصناعية بتحتفظ بالرطوبة، مش لازم تبقى مبلولة، لا هي بتحتفظ بالرطوبة مدة طويلة جدا. اصبح انا لما باجي اسقي البوتس ده في الشتاء بسقيه كل اسبوع مرة، في الصيف بسقيه كل 3-4 ايام مرة على حسب حرارة الجو. وكمان برشه بالميه برش الاوراق في الصيف، لكن في الشتاء غالبا لا ما برشهاش. يمكن بدخله كده مره ياخد غسله علشان بس الاتربه والحاجات اللي بتبقى على الورقه، لكن ما ترشيش عليه كتير ميه. خلاص انا بقى اخدت الحاجات اللي احنا قصقصناها من ال من ال من الزرعه الطويله وحطيتها في الميه، عملت واحده شكله جديده يعني. خلاص دي بقى هي اللي تعبانة خالص، اللي بقولك عليها أوراقها نايمة وحالتها صعبة جدا جدا جدا، لكن ما ماتتش، سليمة. هي القصيص بتاعها بقى صغير عليها، حجم الورق كتير طويل، بصي الجذور طلعت من تحت ازاي. فأنا هغير خالص القصيص بتاعها عشان هو صغير، هكبره بس مش هكبر كتير. بصي انا هقص الجذور اللي نازله دي علشان تنشط. كل ما بتقصقصي في الزرع بينشط، بيحفزه ان هو يكبر تاني وينمو تاني. حط شويه كده بس تحت في القاع، وهبتدي احط النبته. هرجع تاني بقى اقولك ان احسن وقت للتسميد ولانك انتي تغيري مثلا تربة او تغيري الصيص او تزودي، يعني كل العناية دي حلوة قوي انك تعمليها في الصيف، في الربيع، في الخريف. اما في الشتاء حاولي بقدر الامكان ما تسمديش بسماد كيميائي او كيماوي. في الشتاء نسمد بالسماد العضوي. ودلوقتي هقولك للي ما يعرفش الفرق ما بين السماد العضوي والسماد الكيميائي. خلاص انا دلوقتي اهو عملت حطيتها في الشالية الجديدة او في الصيص الجديد، بس حطيت انا تربة كتير تحت فهقللها علشان خاطر اخلي
النبتة تدخل لجوه علشان الجذور بتاعتها مكشوفة من فوق. فأنا مش محتاجة أزود من تحت، لا، يعني مش محتاجة أزود التربة من تحت، أنا محتاجة أزودها على وش الصيص علشان أداري الجذور المكشوفة. طيب بصي بقى، انا هوريكي. شايفه الورقه الصفرة دي قد ايه قويه، قد ايه كبيره، لكن صفرة. هنا بتقولك ان انا ناقصني عنصر من عناصر الغذاء اللي انا هكلمك عليه بعد شويه. يعني هي ورقه كبيره ما نشفتش مثلا، لكن لونها اصفر، فده بيبقى نقص في الغالب مغنيسيوم. مغنيسيوم اعتقد كده يعني هي بيبقى ناقصها حاجه. فالخبراء بقى اللي هم الخبراء قوي في الزراعه، يعني انا اعتبر واحده هاويه، وانتي لو بتزرعي في بيتك فانتي هاويه. اما في خبراء بقى الزراعه اللي هم اللي عندهم مشاتل، اللي عندهم كده، دول بيبقوا عارفين الورقه لما تبقى صفرة تبقى ناقصها ايه، الورقه لما تبقى مثلا ناشفه يبقى ناقصها ايه، الجذور لما يحصل لها ايه يبقى ناقصها ايه. احنا مش هنقدر نميز هي ناقصها ايه ولا ناقصها ايه. بمعنى ايه بقى؟ لما هاجي اكلمك عن السماد هوضح لك الفكره دي كويس. دلوقتي انا خلاص نقلتها وغطيت الجذور بتاعتها من فوق ورويتها ريه خفيفه. هبتدي برضو اقصقص الطويل منها وهحطه في الشتلة اللي احنا عملناها عشان نطلع لها جذور جديدة ونبتدي نعمل شتلة جديدة. شوفي انت ممكن يبقى عندك قصيص واحد بس من البوتس وتعملي منه 5 6 7 زي ما انت عايزة تعملي اعملي، لان هو ما شاء الله بيطول بسرعة وبيكبر بسرعة. بس هقولك النباتات عموما، النباتات عموما بت بت يعني بتنشط اكتر، نموها بينشط نموها اكتر في الصيف او في الربيع. مع بداية الخريف يبتدي النمو يقل شوية، في الشتاء يقل اكتر. فما تنتظريش منه نموات جامدة قوي في خلال فصل الخريف اللي احنا فيه ده وفصل الشتاء. يبتدي بقى يكبر قوي ويبقى سريع وكده مع حرارة الجو. هو كمان البوتس ده بيحب الحرارة، ما بيحبش البرد. آه، بيحب حرارة الشمس لكن مش الشمس المباشرة، إلا لو انتي معوداه يعيش يعني كان عندي جارتي فوق كانت زرعة بوتس كتير جدا جدا في البلكونة. البلكونة بتبقى شمس جدا ومع ذلك كان صحته حلوة قوي ما شاء الله. لكن أنا معودة النباتات بتاعتي تقعد في ظل، يعني تقعد يعني في شمس مغربلة مثلا جنب البلكونه زي ما انتوا بتشوفوني كده حاطه النباتات بتاعتي. ويمكن على دخلة الشتاء ان شاء الله هحط النباتات، هعليها بقى واخليها قريبه قوي من البلكونه بحيث ان الشمس تدفيها شويه وملاقيش الورق بتاعها تعب وهي ساقعت وبقت حالتها صعبه. ان شاء الله هحاول اعمل كده. لو لا هي بتتحط في اي مكان في البيت، المهم يكون فيه ضوء. يعني انا كنت حاطه واحده في الطرقه وحاطه لها اباجوره عشان هي محتاجه للضوء مش محتاجه للشمس. وجو دافي الى حد ما، يعني جو دافي ونور بس اضاءه، مش شمس خالص. تمام. اديني بقى ايه بقصقص حتى الورقه الطويل، يعني الجذوع الطويله بقصها على اكتر من حاجه، بخلي مثلا طولها 10 15 كده 20 سنتي واحطها في الميه دي بقى ان شاء الله على دخلة الصيف بقى ان شاء الله وعليكي خير تلاقيها عملت جذور حلوة ونبتت كده وبقت حلوة وننقلها في قصيص تاني ونعمل شتلات جديدة يعني. احنا قلنا ان انسب وقت للتسميد الصيف، الربيع، الخريف. عند الشتاء بصي دي بالعرض كده الجذور بتاعتها بالعرض، فهنزلها في الميه بحيث ان هي تطلع الجذور منها. خلاص انا كده ده خلصته تقريبا وخلصنا من البوتس. التسميد قلنا بقى ان هو يكون احنا خلاص اتكلمنا في موضوع التسميد ده. خلاص عايزه اقول لك ايه كمان، الموضوع مش صعب خالص.
يعني ما تحسيش ان هو صعب خالص. هو الفيديو طويل وكان طويل اكتر من كده، بس انا والله سرعت في حتت كتير منه، لذلك انا عامله مجهود رهيب في الفيديو ده من القصقصه ومن التسريع ومن الكلام ده. فارجوكي ارجوكي قدري تعبي وحطي لي عليه لايك من فضلك، ولو مش مشتركه معايا اشتركي، يبقى كرم منك. دلوقتي انا عايزه اقول لك ايه، ان السماد بقى، الفرق ما بين السماد العضوي والسماد الكيميائي. السماد الكيميائي آه، ده هكلمك عن السماد العضوي الاول. العضوي ده عباره عن ايه؟ مثلا انا بستخدم ايه؟ قشر الموز، قشر البطاطس، بصي بقت جميله ازاي ما شاء الله. قشر البطاطس، قشر البرتقال، كل القشور، مثلا ورق الشجر اللي هو المتساقط كده. دلوقتي انا هدخل على السبايدر او العنكبوت، نبتة العنكبوت دي من يوم ما جبتها في بتاع العلبة دي بتاعت الايس كريم، مش مفتوحة من تحت، بس انا حريصة جدا معاها في المية، فلذلك هي الحمد لله بصي الجذور بتاعتها زي الفل، ما اتعفنتش ولا حاجة. بحط لها مية كده بالعقل باحساسي يعني، عشان انا بقالي كتير معاشرة النباتات. لكن لو حد مبتدئ طبعا لازم، ومش مبتدئ، لازم القصيص يكون مفتوح من تحت مخرم، فلذلك انا ايه غيرته بالقصيص ده. بطلع طبعا الاوراق الناشفه اللي تحت اللي ماسكه في الجذور من تحت، وبس مجرد ان انا غيرت له القصيص، حجمه هو نفس الحجم اللي كان فيه تقريبا. بس هزود له شويه تربه بسيطه كده على خفيف. دي تربه بقى ايه؟ طينيه، دي خليط ما بين رمل وطين وتراب، صح كده؟ وفيها بيتموس على فكرة. هحط لها، هي مزروعة في كده، فده المناخ بتاعها، فانا هحافظ على المناخ بتاعها ما يتغيرش. هزود لها شوية كده وهرويها. لما تيجي تسمدي، معلومة مهمة جدا جدا جدا، قبل ما تحطي السماد لازم تبقي راوية، او عاملة يعني ساقية الزرع، لازم تبقي ساقية، يبقى التربة رطبة، ما تبقاش هي التربة جافة وانتي بتحطي عليها السماد، لا، علشان ده ممكن يحرق لك الجذور. خلاص، دي كمان انا هغيرها لانها برضو مقفولة من تحت. دي بقى فوجئت ان انا لما نزلتها من الشتلة بتاعتها او الشالية بتاعتها، لقيتها كلها رمل. سبحان الله، العنكبوت دي او السبايدر مزروعة كلها في رمل، تربة مش متخلطة خالص، رمل بس. وسبحان الله شوفي ما شاء الله جميلة وزي الفل. بس انا هحط لها شوية ايه، ارجع لها الرمل بتاعها برضو علشان الجذور بتاعتها ما تتكشفش، وادخل لها تربة مختلفة فيحصل لها ايه، ممكن يحصل لها انها تهدى شوية كده وتتعب وترجع تاني تقوم. فانا بخلي المناخ بتاعها هو واحد، وعلى الوش كده زودت لها شوية من التربة المتخلطة دي بس. خلاص، التالتة بقى هعملها برضو بإذن الله، اللي هي نوع من أنواع النخيل، معرفش دي اسمها ايه بصراحة، دي معرفش اسمها ايه، دي مفتوحة، أنا بس مجرد إن أنا ايه هرويها، مش هعمل فيها حاجة خالص. دي التربة بتاعتها تحت، يعني الشتلة الشالية بتاعتها مفتوحة، أو القصيص مفتوح من تحت، فأنا مغيرتهاش. دلوقتي بقى هرويهم كلهم بالمية، وبعدين أكلمك عن التسميد. هرويهم كده، دي ميه بس، ويا ريت تكون ميه ما تكونش مالحه، يعني ما تكونش فيها ملوحه عاليه. يا اما الميه بتملي مثلا الازازه دي وتسيبيها عريانه كام يوم كده لغايه ما يتبخر الاملاح اللي فيها، او بميه معدنيه او بميه مغليه ومتبرده، يا ريت يعني. ده بيبقى افضل طبعا للنبات وصحته، عشان كده تلاقي عندي نباتات مبسوطه، يعني مش صحيه بس، لا ومبسوطه ان انا بعتني بيهم جدا. بعد وقت بقى انا بصي دلوقتي هوريكي بس النسب بتاعه التسميد، وهكلمك عن التسميد. لكل لتر ميه الازازه دي لتر ونص، تمام؟ انا قللتها خليتها لتر واحد بس، هنا كده تقريبا لتر واحد. فهحط لها دلوقتي ايه، بصي هما بيقولوا لكل لتر ميه معلقه ممسوحه من الام بي كي ده، اللي هو اللي هو المتوازن، اللي هو 20 20 20، ده اسمه ايه؟ سماد متوازن 20 20 20.
احنا كهاويين بنسمد بالسماد اللي هو عشرينات، اللي هو مثلا 13 15، يبقى كله متوازن. وهشرح لك دلوقتي بس عشان يبقى عندك فكرة السماد ده لإيه، للي ما يعرفش. دلوقتي انا هاخد منه وبقول لك ايه. بيقال ان يعني بتوع الزراعه بيقولوا ان لكل لتر ميه معلقه كبيره ممسوحه. انا بقى بصراحه بخبرتي ان انا سميت قبل كده واتحرق مني الزرع، إيه، هحط نص معلقه كبيره ممسوحه، نص معلقه يعني قد معلقه صغيره ممسوحه، احطها في الازازه، هسيبها تاخد وقتها ان هي تدوب، هرجعها كويس قوي قوي وهسيبها تدوب. وهنتكلم عن الام بي كي او عن السماد الكيميائي. بصي يا ستي، دلوقتي احنا عندنا الام بي كي، الان بترمز للنيتروجين، والبي للفسفور، والكي للبوتاسيوم. خلاص. الان دي عشان النمو الخضري، عشان الاوراق والخضار بتاعه يبقى قوي كده وحلو وجميل. الفسفور علشان الجذور، بتقوي الجذور. البوتاسيوم علشان الازهار، لو في ازهار تلاقيها طلعت، لو في مثلا ثمار تلاقيها بقت قويه، طلعت ساعدتها على انها تنمو كده. دول ده الرمز الان بي كي. وعشرين عشرين عشرين يعني ان الان قد البي قد الكي. صحيح في ناس بتقولك ان ما ينفعش الحاجات الكيميائيه دي تتحط على الحاجات اللي هتتاكل، يعني مثلا الفواكه الخضار الكلام ده بيفضلوا ان يتسمد بسماد عضوي، اللي انا قلت لك عليه اللي هو الحاجات الطبيعيه. بياخدوا مثلا بقايا الحمام، يعني السماد العضوي ده احنا مش هنتكلم عنه باستفاضه دلوقتي. خلينا لما يجي الشتاء ان شاء الله واجي اسمد بالسماد العضوي، لان احنا اتفقنا ان السماد الكيميائي ما نسمدش بيه خالص في الشتاء، نسمد في الشتاء بالسماد العضوي، يعني اللي هو يعتبر الطبيعي، الحاجات الطبيعيه. طبعا الارض الطبيعيه بتاعت ربنا اللي بيتزرع فيها كل النباتات بيبقى فيها كل العناصر دي. وممكن طبعا بيحتاجوا ان هم يعني يزودوا شويه، فبيسمدوا كمان الارض. هنا بقى آه، حطينا معلقه واحده، نص معلقه قصدي، ممسوحه صغيره من السماد اللي هو الام بي كي، وهنروي بيه ريه خفيفه جدا جدا على كل النباتات. طبعا ده سريع جدا. الكيميائي يبقى سريع جدا في انك تشوفي النتائج بتاعته، يعني اسبوع 10 ايام بالكتير هتلاقي ان النباتات بتاعتك ما شاء الله بقت صحتها حلوة وقويت ولونها بقى حلو كده. عايزة اقول لك حاجة كمان مهمة جدا. احنا ليه لما بنجيب الزرع من المشتل بتبقى صحته حلوة قوي، يقعد عندنا شوية يقوم ايه، يتعب؟ لان هو اوريدي في المشتل هم بيسمدوه باستمرار، كل اسبوع كل 15 يوم بيسمدوه على حسب طريقتهم في التسميد. احنا بقى لما بيجي لنا بيبقى ويقعد له مثلا 10 15 يوم تلاقيه دي زبل، او تلاقيه تعب، او تلاقيه صفر، او تلاقيه مات. ليه؟ لان احنا ما بنسميتش، احنا ما بنهتمش ان بعد ما بتجيبي النبات من المشتل ما تسميتيش، استني 10 15 يوم وابتدي حطي السماد بتاعك اللي هو الام بي كي المتوازن اللي هو العشرينات. خلاص. دي معلومة كمان مهمة جدا جدا. زي دي بالظبط القطيفة دي أنا جبتها امبارح من المشتل. أنا روحت المشتل امبارح وجبت شوية نباتات بس ما لقيتش الظل، فجبت حاجات للبلكونة. إن شاء الله أبقى أعمل لكم فيديو تاني بيها عشان الفيديو ده طويل جدا جدا. بصي القطيفة دي جميلة جدا، لونها جميل، وبعدين شتوية كده تحسي إن هي خريفية، يعني ألوانها دافية. جبتها من المشتل امبارح، فأنا مش هعمل لها أي حاجة، هستنى ال15 يوم وبعدين ابتدي اسمدها.
لكن طبعا هرويها يعني بعد وقت كده لان هي مرويه وزي الفل. فانا مش هاجي جنبها خالص النهارده، لكن حبيت اوريها لك. ودي القطيفه دي برضو نبات ظل. نبات ظل جميل بيدي احساس بالدفى والغناوه كده يعني بجد انا بحبها قوي. فان شاء الله لما هروح تاني هبقى اجيب منها باذن الله. كده انا خلصت الفيديو بتاعي. لا ما خلصتوش. دلوقتي انا هروي معاكي بالسماد عشان اوريكي قد ايه الكميه صغيره اللي انا هحطها في النبات. بصي النبات ده، بصي واقع ازاي، بكره ان شاء الله هتلاقيه بقى حلو جدا. بصي بق صغير خالص على وش التربه كده، حاجه صغيره خالص، ده اللي فيه الام بي كي. ودي كمان، وهروي بيه باقي النباتات كلها اللي عندي، وحتى اللي على البلكونه هعمل كده. بس علشان دلوقتي الشمس طالعه وانا المفروض ان انا ما اعملش دي بقى، مش هعمل لها حاجه. انا بقولك مش هروي اللي على البلكونه عشان الشمس دلوقتي ساطعه، والمفروض ان انا ما احطش السماد والشمس قويه. احطها ايه، اسمد النباتات في وقت يكون فيه ظل، يا الصبح بدري يا بالليل. خلاص. هنا بقى يا ستي انا هوريكي الشجره دي كانت وقعت كل اوراقها، والحمد لله باديه تطلع ورق تاني، وبس الورق كله صغير. فانا هخليها دي علامة كده للسماد، هيعمل معاها ايه ان شاء الله يكون نوع كويس ويقومها كده وتبقى زي الفل. انت شايفاها كده كويس، انا هظبطها لك. راقبيها معايا مع الايام ان شاء الله، في فيديوهاتنا الجاية هنشوفها مع بعض عملت ايه، ملت الاوراق، زادت، كبرت الورقة، وصحتها ان شاء الله تبقى كويسة كده. دي اخر حاجة انا شاركتها معاكي. يا رب تكوني انبسطتي من الفيديو، وان شاء الله اشوفك على خير في فيديو جديد. باي باي.